ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض احلى صينيه رقاق، صينيه الزمن الجميل، مش دلوقتي يقولوا له جلاش باللحمه المفرومه. هو في احلى من صينيه الرقاق حبايب قلبي؟ يلا بينا هنعملها مع بعض. لايك وشير كتير ومتابعه للقناه. نبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، اول حاجه بنعصج اللحمه. جبت الطاسه نزلت فيها بمعلقه كبيره من السمنه، معايا 3 بصلات كبار ومقطعاهم مكعبات. هقلب فيهم لغايه ما البصل يدبل معايا، يدبل بس مش يتحمر. هنزل بنص كيلو من اللحمه. انا بحط نص كيلو لحمه عليه نص كيلو من البصل. بالراحه كده بنكسر اللحمه او بنفتفت اللحمه عشان كلها تبقى سوا واحد، ما نخليش اللحمه متكتله حبايب قلبي. هنفضل نقلب فيها لغايه ما لون اللحمه يغير معانا. اضافه البصل على اللحمه براحتكم، تقللوا البصل تكتروه براحتكم. هي دي طريقتي في اللحمه المعصجه، وكل بيت وليه طريقه. دي معلقه صغيره بهارات لحمه، معلقه ونص صغيره فلفل اسود، شعريه بسيطه من القرفه. هي دي التوابل اللي انا بضيفها. وما اضيفش الملح الا لما اللحمه بتستوي معايا. انا ما بضيفش ميه على اللحمه حبايب قلبي، بسيبها تستوي منها فيها. في الوقت ده هظبط الملح بتاعها. والمكون اللي انا بضيفه على اللحمه المعصجه من ساعه ما استعملته مره ما ببطلش استعمله. ايه هو يا ويده؟ احط معلقه كبيره صويا صوص، ودي معلقه كبيره دبس الرمان. بصراحه بيودوا طعم اللحمه في حته تانية، وبستعملهم في اي حاجه فيها لحمه او فراخ. انا ما كنتش بستعملهم خالص حبايب قلبي زمان، لكن من ساعه ما ضفتهم على اللحمه والفراخ فعلا بيخلوا الطعم تحفه. خلاص اللحمه خلصت معانا. هنكون مسخنين الشوربه اللي هنبل بيها الرقاق حلو جدا، بتغلي. انتوا شايفين البخار طالع منها. ودي الصينيه اللي هنحط فيها الرقاق، بنكون دهنينها دهنه حلوه جدا من السمنه. بنجيب رقاق رقاقه وبنسمها بالشوربه، الشوربه السخنه اللي نازله من على عين البوتاجاز، ولما تبرد لقيتوها بردت معاكم سخنوها تاني. انا بنسم الرقاقه بس مش ببلها على الاخر عشان الرقاق يطلع معاكم حلو جدا. وبكون مسيحه كوبايه من السمنه. كل رقاقه بحطها بدهن عليها دهنه من السمنه، بدهن وشها دهنه من السمنه. ما تكتروش السمنه علشان ما تبقاش دسمه معاكم حبايب قلبي. وهعمل كل الصينيه بالشكل ده. في ناس بتحط الرقاق 3 من فوق و3 من تحت والحشوه في النص. انا بعمل الرقاق 4 من تحت و4 من فوق والحشوه في النص. بليت الرقاقه هدهن وشها من السمنه، والسمنه دي حسب الرغبه. حطيت 4 رقاقات. حطيت اللحمه في النص. نص كيلو اللحمه دوت المعصج يعمل صينيتين، صينيه مكرونه بشاميل وصينيه من الرقاق او الجلاش. بس احنا النهارده كان اول يوم رمضان وقلت ادلعهم بقى شويه، حطيت لهم نص كيلو اللحمه حبايب قلبي. والف انا وشفا على اللي كل. انا بقول لكم كده عشان انتوا عارفيني ان انا بحاول اعمل لكم وصفات سهله وبسيطه وعلى قد الايد. رصينا اللحمه كلها في النص وبنحاول كده نضغط عليها بالمعلقه. وبنفس الطريقه هنبل رقاقه رقاقه وهنحطها وندهن وشها. لو انتوا هتعملوا صينيه الرقاق في الفرن، في اخر رقاقه هندهن وشها بالسمنه، وبعد كده هنجيب كبشتين من الشوربه ونسقي الصينيه بيها من فوق الوش، ونسيب الصينيه قيمه دقيقتين 3 تشرب الشوربه اللي احنا ضفناها. ونكون مسخنين الفرن على درجه حراره 200. نحط الصينيه في الرف الوسطاني ويكون الفرن ولع من تحت بس، الطروف بتاعتها من تحت خدت لون. بنطفي من تحت ونولع الشوايه. انا طبطبت عليها كده بايدي عشان كده الرقاق خلاص طري معانا. هبطت الصينيه بتاعت الرقاق. بصراحه انا عملتها على عين البوتاجاز، بس للاسف ما قدرتش اصور عشان كان ورايا كذا حاجه بعملها. واول ما خلصت معايا بغطيها 5 دقايق 10 دقايق، بنلاقيها من جوه طريه ومن بره حلوه جدا ومقرمشه. انا اسفه حبايب قلبي ما قدرتش اقطعها قدامكم علشان كان عندي ضيوف، وقلت اخليها كده نقطعها واحنا بناكل. كل سنه وانتم طيبين. اسيبكم في رعايه الله.